الأدب مع الله هو بداية الطريق، بداية التحلية. كيف الأدب مع الله؟ أول شيء الأدب مع الله. كيف هو الأدب؟ الأدب مع الله ألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك، وأن تتواضع لعظمته وجلاله، وأن تبادر إلى مرضاته. فسوء الأدب مع الله أن يفتح بابه أمامك فتوليه ظهرك. كثير ممن تراهم الآن فتح الله أبوابه أمامهم فولوها ظهوره، يسيرون لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، لا يستشعر أحد منهم أنه سيوقف بين يدي الله: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا العرض على الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. لا يدور أمر ذلك في خلد أحد منهم، هم معرضون عنه بالكلية، بينما أهل الإيمان في غاية الاشتغال بهذا الموعد الذي يتوقعونه كل وقت، موعد اللقاء بالله. تريد الفرح عند لقاء الله، تريد الستر عند لقاء الله، تخاف أن تؤخذ صلاتك وهي أول ما يعرض على الله فتطوى كما يطوى الثوب الخلق البالي فتلطم بها على وجهك فترد عليك أعمالك. تريد أن يتقبل الله منك، إنما يتقبل الله من المتقين، فتتأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا الأدب أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحسن عبادتك، تحاول تحسن صلاتك. كثير من الناس صلاتهم صلاة الصبيان، علمه الآباء والأمهات هيئة معينة من هيئات الصلاة واستمروا عليها طيلة حياتهم. صحيح. لكن ليست صلاة الكبار. المفروض أنك كلما كبرت في السن كلما تحسنت صلاتك. تعلمت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت لصلاتك إشعاعا ونورا، وجدت أنها تنهاك عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجدت للصوم أثرا ليس مثل صوم العوام الذي لا يلزمهم عن شيء ولا يمنعهم من الوقوع في شيء إلا الطعام والشراب والشهوة. لا بد أن تحسن هذه العبادات، وأن تكون كل مرة تحسنها زيادة، كل مرة تزيد في إحسانها. مثل الخبرة، أنت الآن وظيفتك الإعلامية دخلتها في البداية بأخطائها إلى أن تلحظها من نفسك ويلحظها من يدربك، لكن كلما ازددت بأخذ الدورات والتجربة والتدريب كلما تحسن الأداء وكلما تطور، وأنت تلحظ مشوارك في نفسك. كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا فهم في